بعد ما حققت تكنو مبيعات رهيبة بجهازها الكامون 40 برو 5G، هسه تستعد حتى تطلق وحشها الجديد الكامون 50 برو. جهاز جديد راح يجيب تصميم ابداعي والوان مميزة، خصوصا ويا اللون البرتقالي اللي راح يغلب عليه بطريقة ملفتة للنظر، اللي راح ينطلق بعد ايام. نبدأ هي الشاشة اموليد بحجم 6.78 انش، ترددها 144 هرتز، فراح تعطيك سلاسة خرافية خصوصا بالالعاب. كثافة بكسلات 3.83 بكسل لكل انش. السطوع راح يكون عندك 1600 شمعة، يعني وضوح ممتاز حتى تحت اشعة الشمس. بالنسبة للبطارية 5500 ملي امبير، وراح يكون وياه شاحن سريع بقدرة 65 واط، فراح يكون عندك استخدام الوقت طويل وشحن سريع بنفس الوقت. بالنسبة للاداء والمعالج، فالجهاز راح يجيب معالج دايمنسيتي 8300 معمارية 4 نانومتر من الفئة المتوسطة العليا. والحلو بهذا المعالج راح يعطيك استهلاك اقل الطاقة، اداء قوي بالالعاب، وسرعة توصل ل 2.8 جيجا هرتز. بالنسبة للكاميرات، فالكاميرا الرئيسية راح تكون 50 ميجا بكسل، بها مستشعر بشركة سوني. هذا المستشعر جدا قوي، بحساس مصمم حتى يلتقط ضوء اكثر بالليل، فالصور الليلية راح تكون جدا ممتازة. اما الكاميرا الامامية فراح تكون 32 ميجا بكسل، فالسيلفي راح يطلع واضح وتفاصيل حلوة جدا به. اما بالنسبة للمميزات الاضافية، فالجهاز راح يكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي، اضافة الى انه يكون مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 68 و69 و69 كي. وبالنسبة للسعر، متوقع ان يكون سعره بالعراق بحوالي 310 دولار، يعني بالعراقي 450 الف دينار. شنو رايكم بالجهاز؟ هل تشوفوه راح يكسر السوق مثل قبله لو لا؟